تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب. تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب. أغث رب ملهوفا بعين عنايتي، وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب. نعيش اليوم مع منهج القرآن الكريم في عمارة الكون، أو بمعنى آخر القرآن الكريم منهج حياة للإنسان ليعمر الكون. أيها الإخوة الأحباب، العمارة في أصلها هي البناء، ولذلك سمي البناء عمارة، وهي تتكون من وحدات أصغر إلى وحدات أكبر ليتكون بناء مشيدا جميلا ينتفع به الإنسان ويعيش فيه. لذلك فإن الكون الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى من الأشياء التي جعلها للإنسان كي يعمرها، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لذلك عندما خلق الله عز وجل آدم قالت له الملائكة: أتجعل فيها؟ لم يقولوا من يعمرها، وإنما قالوا من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لماذا قالت الملائكة كذلك؟ لأن الملائكة مخلوقات نورية تسمع أمر الله عز وجل وتنفذه، ليسوا كالإنسان. الإنسان خلقه ربنا تبارك وتعالى وأنزل له الشرع وجعله إما أن يختار طريق الهدى فيكون تبعا لمنهج الله عز وجل، أو يكون تبع منهج الضلال فيكون مفسدا في الأرض بينه وبين ربه. لذلك قالت الملائكة وهي تعلم أنها مأمورة: فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال له ربنا تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلم. لماذا؟ الإنسان أيها الإخوة الأحباب من أعجب المخلوقات التي خلقها ربنا تبارك وتعالى، لذلك هو المجرب. إنسان يسير على الأرض يتكون من طين نفخ الله عز وجل فيه من روحه. الروح التي فيك أنت من الله عز وجل. لذلك أمرك ربنا تبارك وتعالى بمنهج، هذا المنهج موجودا في القرآن الكريم. إن لم تكن أنت مسيرا لهذا المنهج في الأرض فلن تكتب من عمال الله عز وجل في الأرض. جعلك الله عز وجل خليفته. أروني من المخلوقات التي جعلها ربنا تبارك
الأرض. الإنسان من كرم الله عز وجل له ومن تكريم الله عز وجل له أن جعله خليفة له في أرضه. فعندما ينظر الإنسان لنفسه أنه خليفة لله عز وجل للأرض يرى أنه عامرا للأرض. إذا يأتي محاور إعمار الإنسان في الأرض. اسمعها جيدا وطبقها في حياتك، لأن القرآن الكريم عندما اتبع منهج تعمير الأرض وجهه كاملا للإنسان لأنه هو الذي بيده إما إعمار وإما إفساد. أولا لابد للإنسان أن يعمر نفسه بينه وبين ربه. والنفس عندما تعمر لا تعمر إلا بمنهج الله عز وجل في القرآن الكريم وفي سنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعمره من جوانب عدة. أولا جانب الأخلاق، ثانيا جانب العبادة، ثالثا جانب المعاملات الإنسانية بينك وبين الناس. فإن صلحت من نفسك بينك وبين الله عز وجل وبينك وبين الناس كنت فردا في إعمار هذا الكون بينك وبين ربك. هذا هو أول محور، إعمار الإنسان لنفسه. ثانيا إعمار الإنسان لأسرته. أنت فرد من أسرة، وتلك الأسرة تتكون أيضا من فرد آخر وهي الزوجة. وعندما ترزق بأولاد يكون هناك أفراد أخرى وهي الأبناء. عندما تريد أن تعمر تلك الأسرة كثير من الناس يرى أن إعمار الأسرة يكون فقط بالمال وبتمويل الأبناء بالمال وبجعل الأبناء لا يحتاجون شيئا وبجعل الزوجة لا تحتاج شيئا. في ظل تلك الظروف المالية العصيبة التي يمر بها العالم بأجمعه، هل سيكون دورك فقط أن تعمر هذا الكون بالمال الذي من الممكن ألا تحصل عليه في يومك؟ هل من الممكن ذلك؟ لا. أيها الإخوة الأحباب، إن عمارة الإنسان لأسرته تأتي أولا بتطبيق منهج الله عز وجل بينك وبين زوجتك، بتطبيق منهج الله عز وجل بينك وبين أبنائك. عندما قال الله عز وجل في المعاملة بينك وبين زوجك قال ربنا تبارك وتعالى ومن آياته. فمن المعجزات التي جعلها ربنا تبارك وتعالى لعمارة الأرض هي تكون تلك الأسرة أو الحياة الأسرية التي تعيش فيها أنت. من آيات الله عز وجل في الكون، اسمع، ومن آياته، تلك آية أنت تعيش فيها ولكن لا تعلم مقدارها بينك وبين زوجك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تلك الوحدة البسيطة التي تعيش فيها أنت كفرد أو تعيشين فيها أنت كزوجة، إذا أردت إصلاح المجتمع فابدأي بتلك الوحدة وأصلحها من جميع الجوانب وأصلحها أيضا من جميع الجوانب. كم من الأسر التي تسمعني الآن علمت أبنائها منهج الله عز وجل، سارت هي على منهج الله عز وجل. كم من الأسر علموا أبنائهم حديث الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقط هم أيضا تعلموا حديث الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. كم
وعلموها أبنائهم. كم من الأسر لم يهتموا فقط بالعلم والمال، وإنما اهتموا بأخلاق النشء الصغير كي يتعاملوا بأخلاق الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. كم من الأسر علموا أبنائهم سيرة صحابة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكونوا رجالا. قليل جدا، وأسف كل الأسف عندما ترى طفلا يتعلم كتاب الله عز وجل أو به من الأخلاق التي تعلمها من أبويه يحدث تنمرا عليه ويقال عليه أنه طفل لا يتعلم الاجتماعيات مثله. كم من الناس تنمروا على أولئك فقط غيرة وحقد في النفوس على طفل قد تربى على أسس ومنهج إسلامي أنت لا تصل إليه حتى في حياتك. بدلا من أن تشجعه وتبني ابنك مثل ما بني هذا الطفل تتنمر عليه. أيها الإخوة الأحباب، أهم المحاور التي يعمرها الإنسان في دنياه عمارته لنفسه، ثم عمارته لأسرته التي يعيش فيها. المحور الثالث عمارة الإنسان للكون. اليهود أيها الإخوة الأحباب أول فئة بدأ الله عز وجل بالحديث عنها في أول القرآن الكريم في سورة البقرة، وأول فئة جبلت على الفساد، وعندما يزيدهم الله النعم يزيدونهم إفسادا في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون. انظروا إلى حديث القرآن الكريم عندما يرون بناء عامرا أو إنسانا عامرا لابد أن يفسدوا فيه. هذا منهج اليهود. أما الإسلام فاعتنى عناية كاملة بعمارة الإنسان لأرضه، بعمارة الإنسان لكونه. تلك العمارة ابتدأها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنعيش معها في الخطبة التالية. يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة إجابة، ادعوا الله عسى أن تكون تلك الساعة. إن الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه إلا الراجون، ولا يحذر سوء غضبه وسطوته إلا الخائفون، فهو الذي حفهم بالمكاره واللذات وأملى لهم لينظر كيف يعملون، وابتلاهم بالغضب وأمرهم كظم الغيظ فيما يغضبون، وحذرهم أن يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون، فقال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والصلاة والسلام على محمد الذي يلتف تحت لوائه المتقون، وعلى صحابته وعترته الأولياء والأقربون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، أول جانب اهتم به الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمارة هذا الكون هي بناء المساجد. وأهمية دور المسجد في عمارة الكون تكمن في أنها بيت الله عز وجل، وفيها يتعلم الإنسان مبادئه التي يعيش بها في حياته. ثاني أساس لعمارة الكون كله اهتم به الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المؤاخاة بين المسلمين. والمؤاخاة بين المسلمين
تعني أن يكون المجتمع وحدة واحدة كاملة لا يكن فيها فرد في قلبه مثقال ذرة من حقد لأخيه. والمؤاخاة تعني أن المسلم يعيش بجوار أخيه المسلم يعلم عنه حاله، وإذا تألم يتألم في نفسه. لذلك وصفهم الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثالث تلك الأسس التي وضعها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من الأشياء التي لا بد أن يتعلمها كل شخص في حياته: الزراعة، عمارة الكون بالزراعة. وأهمية الزراعة تكمن في أن كل فرد إذا كان متعلما لحرفة الزراعة ملك هو بنفسه قوت يومه وأولاده. وانظروا إلى أهميتها عند الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لماذا؟ لأن بالزراعة تعمر الأرض بكل خيرات الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره أرى من الزارعين والفلاحين من إذا زرع شجرة على حدود أرضه اختلعها وقال له: لا أريد تلك الشجرة. أرى من المزارعين من رأى صاحبه في خير في زراعة أراد أن يفسد عليه زرعه بكل ما أوتي من قوة. أيها الإخوة الأحباب، إن عمارة الكون تكمن في أنك جعلت خليفة لله عز وجل في أرضه. لذلك جعل الله عز وجل أقسى أنواع العقوبة للمفسدين في الأرض. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فاللهم لا تجعلنا من المفسدين واكتبنا من المصلحين بيننا وبين ربنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات.